يا صباح السعادة لو شايفيننا الصبح، ويا مساء السعادة والهنا لو شايفيننا بالليل. أنا هنا في وصفات الغلابة جايلك من الزمن الجميل، هنقدم مع بعض أفكار سهلة جدا اقتصادية وبسيطة وعلى قد الإيد. بس طبعا وزي كل فيديو، لو أول مرة تشوفين وعجبك فيديو من فيديوهاتي ما تنسنيش باللايك والشير، وتمني لي من قلبك الخير. كومنت حلو كده منك تقولي لي بتتابعيني منين. هقدم لكم النهارده يا بنات الكيكه البيتوتيه، كيكه امي وامي بالطريقه المصريه. كيكه الشاي يا بنات العاديه الاقتصاديه الموفره على الاخر خالص. ندخل على مطبخنا المتواضع، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه يا بنات معايا 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه وربع من السكر، كوبايه من الحليب، 3 بيضات اللي هما بتوع الدكان، او 5 6 من الصغيرين اللي هما البيض البلدي، قشر برتقان بودر، بيكنج باودر، ربع كوباية الا ربع من الزيت، وحوالي معلقتين من الخل. وهنا بقى لو لاحظتوا يا بنات مش هتلاقوا ان احنا ضفنا خالص فانيليا. اه والله زي ما بقولك كده. هنستبدل الفانيليا بايه؟ تابعيني بقى لاخر الفيديو وهتعرفوا هنستبدل الفانيليا بايه. طبعا هنا يا بنات الكيكة معمولة بالبيض، فلازم نستخدم لها فانيليا. هجيب بقى قشر البرتقان يا بنات، وباخد القشرة الرفيعة بس، ما باخدش خالص القشرة البيض. يا دوب كده بقشر، وباخد الطبقة البرتقالية اللون، الطبقة البرتقاني يا بنات، وبحطها بالشكل اللي انتوا شايفينه. هاخد كده تقريبا معلقة كبيرة او معلقة ونص زي ما تحبي. وفي المطحنة بتاعة الخلاط يا بنات هطحنها طحن او فرم ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه. خلصت بقى يا بنات قشر البرتقان، اميله بقى على جنب، وابدا بقى انخل الدقيق. وانا هنا بحب انخل الدقيق سواء سايب او معبأ، على اساس ان لو في اي شوائب تبدا انها تتشال معانا. بعد كده على طول يا بنات ببدا اجيب الخلاط وهنزل بالسكر. نزلنا هنا يا بنات انا حطيت كوبايه من السكر وعليها كوبايه من الحليب. دي طبعا لو الناس بيحبوا سكرها قليل. ضفت كوبايه الا ربع من الزيت، وكله في الخلاط، هم كانوا زمان بيعملوا كده. زودت بقى ربع كوبايه من السكر عشان الكيكه تبقى حلوه شويه معانا. السكر بتاعها ان شاء الله هيكون معتدل يا بنات. زي ما قلنا البيض اللي معانا ده بيض اورجانيك، بيض يا بنات بلدي، فحجم حبايه البيض بيكون صغير. وهنا لو لاحظنا ما شاء الله اللهم بارك، الصفار بتاع البيضه ما شاء الله لونه اصفر، فهيبين معانا ان الخليط لونه اصفر. عارفين طبعا ان البيض بيكون زفر، فضفت له هنا يا بنات معلقتين من الخل ورشه من الملح. هنا بقى الملح، رشة الملح الخفيفة اللي بين صوابع الايد دي بتعزز معانا الطعم وبتدي طعم ونكهة هايل. رشة خفيفة خالص، يعني حاجة كده بين أصابع الإيد. بعد كده يا بنات هنزل بكيس البيكنج باودر على الدقيق، وهبدأ إن أنا أنزل على طول بالخليط السائل زي ما انت شايفة كده. عرفنا طبعا الخليط السائل كان عبارة عن عبارة عن سكر، بيض، حليب. تقدري تستبدلي الحليب طبعا بالزبادي أو تستبدليه بعصير البرتقال. بعد كده يا بنات انا بقلب بالمعلقه، ما حطيتش ايدي خالص في الكيكه زي ما انتوا شايفين. تقدري تستخدمي المضرب اليدوي، تقدري ان انت تضربيه بالمضرب الكهربائي بس ضرب خفيف طبعا. بديل الفانيليا يا بنات قشر البرتقال اللي طحناه في البدايه، بحطه بالشكل اللي انتوا شايفينه. اولا بيدي شكل حلو جدا في الكيكه. تاني حاجه بيدي طعم هايل، بيدي ريحه مميزه جدا. شكل بشر البرتقال يا بنات في الكيكة البيتي العادية بتاعت زمان دي كان له شكل ونكهة وقوام مختلف تماما يا بنات. بعد كده على طول يا بنات بجيب الصينية بتاعتي وبدهنها بالزيت، وببطنها من الجناب ومن الأرضية بالدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهبدأ أنزل بالخليط. الخليط زي ما انتوا شايفينه كده يا بنات، خليط ناعم وكريمي، لا هو تقيل ولا خفيف. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، يا دوب كده بيتشال على وش الكيك. ادخل الكيكه بقى بتاعتي، كل واحد طبعا وعارف نظام الفرن بتاعه. ومجرد ما تستوي يا بنات ببدا ان انا اجيب السكينه او خله الاسنان واختبرها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. لو طبعا فيها لسه عجين برجع تاني احطها في الفرن. استخدمت الفرن البلدي يا بنات، وزي ما قلنا كل واحده وعارفه نظام الفرن بتاعها، 180 درجه لمده من 20 ل 25 دقيقه. الكيكه بتاعتي هنا يا بنات مش مرتفعه قوي، فيدوب الوقت ده بيكون تمام. اول 10 دقايق طبعا ما بفتحش الفرن خالص عليها. بعد ما الكيكه يا بنات بتبرد معانا بنبدا ان احنا نقطعها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا تقدري ان انت تقطعيها بالشكل او التقطيع اللي يناسبك.
هنقطع قطع صغيرة قطع كبيرة على حسب عدد أفراد أسرتك. شايفين بقى اللهم بارك الكيكة ما شاء الله هشة طرية على الرغم من إنها لسه خارجة من الفرن، بس صدقوني بسم الله ما شاء الله كانت حاجة كده هايلة. قدميها بقى لولادك كده جنب كوباية شاي، كوباية شاي بحليب وهم بيذاكروا. الجو اللي احنا فيه بقى محتاج السقسقة، محتاج كيكة طرية كده، محتاج شوية بسكوت، حاجات كده خفيفة تساعد الأولاد وتشجعهم وهم قاعدين بيذاكروا، واستبدليها بالحاجات اللي انت بتشتريها من الدكان أو من السوبر ماركت. شكل بشر البرتقان جوه الكيكة هايل يا بنات، طعم الكيكة وريحتها بجد هايل وخطير. جربوا الكيكة بتاعت أم وأمك بجد بجد مش هتلاقي لها منافس. لو وصلت بقى لحد